السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بجد جدا جدا. النهاردة انا جاية لكم بوصفة حلوة كده وجميلة، وكمان رأس السنة قرب، كل سنة وحضراتكم طيبين. ممكن نعمل كده حاجات بسيطة لولادنا ونفرحهم بيها. النهارده معانا وصفة الانجليش كيك زي ما قلت لكم. طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو. هنبدأ وصفتنا وهنكون محضرين معانا الخلاط. هننزل معانا بنص كوباية من السمنة، ومعاها كوباية من السكر او كوباية الا ربع من السكر، ده حسب الرغبة، ده نسبي يعني حسب ما انتي بتحبي. طبعا بنضرب الخليط اللي احنا حطيناه على بعض ده كله مع بعضه، وهكون محضرة 3 بيضات انزل بيهم برضو على الخليط بتاعنا، وابدأ برضو اضرب السمنة مع السكر مع البيض لغاية ما يتجانسوا كلهم مع بعض. وطبعا ما ننساش نحط الفانيليا على الخليط بتاعنا. كده خلاص احنا بنضربهم كل الخليط كده مع بعضه. طبعا الوصفات دي وصفات سهلة وما بتاخدش منك وقت. هكون هنا بقى محضرة معايا نص كوباية من اللبن، هنزل بيهم برضو على الخليط وابدأ اخلطهم بقى مع بعض لغاية ما يتجانسوا مع بعض. والولاد طبعا نشغلهم معانا كده عشان يفرحوا قوي بالحاجات دي. خلاص كده انا ضربت المكونات مع بعض. هكون محضرة كوبايتين الا ربع من الدقيق على كيس بيكنج باودر، واقلب كده البيكنج باودر الاول مع الدقيق، وانزل بالخليط بتاعي على الدقيق والبيكنج باودر، وابدأ اقلبهم مع بعض لغاية ما يبقاش معايا ظاهر دقيق خالص. هبدأ كله لازم يبقى في اتجاه واحد اهو، هبدأ كده في اتجاه واحد اهو. تمام. طبعا حسب رغبتك، لو انت عايز تعملي الكيكه ما فيهاش اي حاجه داخلها براحتك. انا بعملها لو عندي فاكهه مجففه بنزل بيها وانا بخلطها كده، وبروح نازله بالفاكهه المجففه بتاعتي، وبتدي طعم وشكل فعلا جميل. طب انا ما لقيتش عندي الفاكهه المجففه، جبت شوكليت شيبس ورحت حطيتها على الخليط بتاعي، وابدا بقى اقلبهم كلهم كده مع بعض. هكون بقى محضرة القالب بتاعي بالدقيق، وانزل بالخليط كده بتاعي في القالب، وابدأ اخبطها خبطتين كده بحيث ان الهواء كله يخرج منها. نروح مدخلينها الفرن بقى من بعد مثلا تلت ساعة، تبدأي تفتحي عليها وتشوفي، وبصي بتطلع بقى بالشكل الجامد ده. بجد بجد وصفة هايلة ووصفة سهلة، الولاد بيتبسطوا بيها جدا، وهشة، وبجد ما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود. بصوا السكينة بتخش فيها منتهى السهولة. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى اكون عملت لكم وصفه تعجبكم، وصفه سهله ما تاخدش من وقتكم ولا مجهودكم. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب. كده انا حطيت عليها زي ما قلت لكم صوص اي حاجه انتم حابينها، وتبقى بالشكل الحلو ده. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.